اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم إيه يا حبايبي؟ معاكم منار او اكل بيت على قد الايد. النهارده عملنا الكريب الجميل ده، كريب بيتي احلى من المحلات بكتير بدون بيض. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وزي ما قدامكم كده انا مخلصاه وقلت بقى اقدمه معاكم كده بالمنظر ده. بصراحه كان طعمه رهيب وطعمه جميل وريحته تجنن. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ حاجه كده خيال وحاجه طعم روعه. يلا بينا نشوف الخطوات دي اتعملت ازاي ونشوف الكريب الجميل ده اتعمل ازاي. طبعا هيكون معانا 3 كوبايات حليب، كوبايتين، 3 كوبايات حليب او لبن. معانا معلقتين سمنه او ومعلقه ملح صغيره ومعلقه سكر صغيره. معانا 3 كوبايات دقيق، كل كوبايه دقيق عليها كوبايه حليب او كوبايه لبن. اخدت كده كوبايتين دقيق علشان خاطر الشفشق صغير مع كوبايتين حليب. هنضرب الكوبايتين الدقيق مع الكوبايتين الحليب مع المقادير اللي عندنا، وهنصفوهم كده في المصفى، وهناخد بقيه الدقيق والكوبايه الحليب هنضربها برضو وهنرجع تاني نحطها. طبعا احنا حطيناها كده زي ما قدامكم، وعشان تعرفوا ان الطريقه ناجحه شوف المعلقه هنمسح كده في النص، طبعا هتلاقيها معلمه من النص، يبقى كده الطريقه ناجحه والكريب مظبوط. تمام كده. لو لقيتي المعلقه بانت كلها وكل الخلطه نزلت من عليها تعرفي ان هي محتاجه شويه دقيق. هنغطيها كده وهنسيبها حوالي ربع ساعه كده على جنب ترتاح. جينا بقى نتبل التتبيله بتاعتنا. الفراخ المكعبات طلعناها من الفريزر، فكت. معانا بقى التوابل، بهارات مشكله وبابريكا وزعتر وفلفل اسود وجنزبيل وبودره ثوم وفلفل وملح طبعا. البهارات بقى اللي قلبك بيحبها. ومعانا دبس رمان، صويا صوص معلقه ومعلقه خل ومعلقه شطه هريسه، ومعانا ليمونه، ومعانا معلقتين لبن رايب او معلقتين زبادي اللي عندك هتعملي بيه، او معلقتين قشطه، معلقتين حليب اللي عندك هتعملي بيه. معانا مستردة. طبعا هنحط الفراخ كده، هنحط التوابل الاول كده وهنحطها كلها على بعضها، ونبدا نحط هريسه الشطه وحطينا الخل. وطبعا حطينا هريسه الشطه والليمون. وهنبدأ نحط الزبادي، ونبدأ بقى نقلب التقليبة ديت. دبس الرمان طبعا والصويا صوص، كل التوابل الجميلة دي اللي هتخلي ريحة الفراخ طعمها جميل أو ما شاء الله. ممكن تستغني عن الصويا صوص والدبس الرمان و... والمستردة، انت ممكن تستغني عنهم خالص، انت براحتك، عندك تحطي ما عندكيش عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة التوابل الجميلة ديت. انا ما بحبش احط توابل لحمه ولا فراخ يا جماعه، لان انا بحب ان انا استطعم بطعم الفراخ وريحتها، وما احبش اغير طعمها ولا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بدأنا كده نحط الفراخ المكعبات ونقلبها بقى تقليبه كويسه كده، وهنتركها كده على جنب، ونيجي بقى مع بعضنا نعمل بقى خلطه الكريب. نعمل الكريب معانا اللي احنا مجهزينه في طاسه الكريب. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا جايبه طاسه كريب ووريتها لكم في فيديو المشتريات، وكنت لا استعملتها قبل كده وانا بعمل قطايف البيتي، عملتها في رمضان. بدأنا كده نجيب استرتش وهنغطي بقى الخلطه بتاعتنا الجميله دي ونسيبها بقى براحتها لحد ما نيجي نحشي بها الكريب، لحد ما نيجي نحمرها. ولسه طبعا طريقه التحمير بتاعتها هنشوفها قدامنا، وازاي هنحمرها وازاي هنعملها بالكريسبي. تمام كده يا حبايبي. يلا على البوتاجاز ونشوف الكريب بقى عشان نعمله. اول حاجه كده هاخد الطاسه، هحطها على النار هدفيها. جبت منديل مسحته زيت، حطيت عليه شويه زيت ومسحت الطاسه بيها، لان عشان ما تلزقش مننا. بدات جبت الكبشه وحطيت كده كبشه كريب من عندنا، وبدات اوزعها على الطاسه زي ما قدامكم كده. بسم الله ما شاء الله. لو احتاجت شويه هتحط طبعا. وبدات احرك الكريب من هنا لهنا وقلبتها زي ما قدامكم، ان الطريقه ناجحه وجميله قوي. بس اهم حاجه هيكون معاكي فوطه، حطها على الصينيه عشان تحطي الكريب عليها وتغطي بالطرف التاني من الفوطة، علشان خاطر يفضل طري معاكي، وتحطي واحدة على واحدة وتغطي بالفوطة لحد ما شاء الله كده في الآخر تلاقيه طري مية معاكي ما شاء الله. بدأنا كده حطينا تاني. وطبعا لو الكبشة طلعت صغيرة هنبدأ برضو نزود شوية كمان علشان الكريباية تبقى قد الطاسة في جميع حروفها، ما تكونش فيها حتة ناقصة او حته كانها مقطوعه. لا، احنا عايزين الكريبايه تكون كامله متكامله زي ما قدامكم كده. طبعا هي سخنه، ما عرفتش اقلبها بالمعلقه، بدات اقلبها بايدي كده
بس اهم حاجه يبقى لون بسيط، لون خفيف، عشان لسه احنا طبعا واحنا بنحط الحشوه فيها هتحمر شويه، هنحمرها لسه في الطاسه بعد ما نحط الحشوه فيها. بدأت تاني عملت معاكم واحدة تالتة اهوت، عشان طبعا بدأت أكرر معاكم مرة واتنين وتلاتة. وشايفين الكريب، شايفين جماله، بسم الله ما شاء الله، طري مية، شايفين جماله خفيف وجميل جدا. طعم كان حكاية بجد، أنا قلت أوريها لكم كده. بدأت جبت بقى الخلطة بتاعتي الجميلة، خلطة الفراخ. معايا كريسبي، معايا شوية كريسبي حلوين كده حار، معانا دقيق، معانا بيض. ضربت البيض حطيت عليه طبعا مش عارفة الفيديو ده راح فين، فلفل اسود وتوابل. وبدات احط في الدقيق واطلع احطه في البيض، وبعد كده اطلع من البيض احطه في الكريسبي. دي خطوه مهمه قوي، زي ما بتعملي البانيه بالظبط، او بتعملي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الفراخ الكنتاكي. هي نفس الحركه. بدأنا كده حطيناها في الكريسبي ونقلبها من كل الاتجاهات، علشان طبعا تبقى ما شاء الله مديها طبقه عاليه، طبقه جميله واحنا بنحمرها. وهنبدأ كده هنعمل كل الكمية اللي معانا، ويلا بينا على البوتاجاز. سخنا الزيت طبعا يا حبايبي، ونبدأ نحط مكعب مكعب لحد ما نملى الطاسة اللي عندنا، وهنطلعها لون ذهبي، لون ذهبي حبايبي، بلاش نحرقها. تمام، هي العين دي كبيرة، بس انا عاملة النار وسط مش معلية النار وكده. حمرت الفراخ، حمرت بطاطس، قطعت فلفل، قطعت طماطم. وجينا بقى على البوتاجاز تاني، وحطينا كده الكريب، لازم يكون نتنيه كده، لازم يكون متني كده. وهنبدأ نحط جبنة موزاريلا الأول ونوزعها بالتساوي كده على الكريباية، عشان طبعا الجبنة الموزاريلا هي اللي هتمسك لي الفراخ وتمسك السندوتش كده، وما تطلعش منها ولا تقع منها. حطيت بقى طماطم كده مقطعه، شوية فلفل حار كده جميل على الجبنة، على ما الجبنة تسيح. بدأت أرص الفراخ اللي أنا عاملاها محمراها، الكمية اللي انت بتحتاجيها. حابة تحطي أكتر من كده انت براحتك. طبعا بصراحة انا ما اقولكوش بقى على الطعم وجمال الطعم وحلاوة الكريب كده وريحته. بدأت احط اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، مايونيز، كاتشب، كنت نسيت الكاتشب طبعا. بدأت اجيب الكاتشب، البنات قالوا لي يا ماما الكاتشب يا ماما بسرعة، فانا بدأت اجيب الكاتشب وحطيت الكاتشب كده. هبدأ بقى اقفل السندوتش تبعي، الكريبايه بتاعتي. جبنه ما شاء الله، انا لقيت ان لونها لسه ما اخدش، لونها لسه فاتح، فحبيت ان انا اسيبها شويه تاخد لون شويه، عشان لما تدخل جوه تكون مستويه حلو. لان انتوا عارفين ان انا مش مديلها لون كفايه، عامله حساب ان انا لسه هديلها تحميصه تانية. بدات اجمع الطرفين على بعضهم زي ما قدامكم كده. هبدا بقى كده اقلبهم، هي دي حركه الجبنه اللي بتخلي السندوتش يمسك في بعضه، بتخليه جميل. هبدا كده اركنها على جنب، وهعمل واحد تاني معاكم، مش هسيب الطاسه فاضيه، لازم كده اعمل غيره مره واتنين وتلاته لحد ما الطاسه تكون مليانه. بدات طلعت الكريبايه، بجد انا بقول لكم لو جربتوها بنفس طريقه ام منار تعجبكم جدا، طريقه جميله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عملت واحده تانية طبعا، هبدا بقى اقلبها اهوت، لسه ما احمرتش طبعا. آم، هوديها كده على جنب، وهجيب كريبايه تانية احطها كده في الطاسه. هبدأ احط جبنة موزاريلا زي ما قدامكم. حبيت ان انت لو عملت السندوتش كده على طول طبعا هتلاقيه الحاجة اللي فيه بتروح وتيجي. الحركة ديت مهمة جدا، لما تحطي في الطاسة كده والجبنة تسيح شوية وكله يسيح في بعضه، هتعرفي تحركي السندوتش زي انت ما انت عايزة. حطيت الفلفل، حطيت طماطم وفلفل حار، طبعا انت براحتك، حابة تزودي فلفل اكتر من كده انت براحتك. احنا بنحب تكون سبايسي شويه، حابه تقللي تقللي انت براحتك. بدات احط الفراخ زي ما قدامكم، بجد الطريقه جميله جدا وحلوه جدا وسهله وبسيطه. هي تحس ان هي تعب في الاول، لكن لما تيجي تاكلي انت واولادك بتحس ان اولادك فرحانين، بتحس ان انت عملتي حاجه حلوه، احلى من بره بكتير. بدل ما يبصوا من بره وتجيبيها بالشيء الفلاني غاليه، لا احنا عملناها في بيتنا باقل التكاليف. وممكن تستغني عن حاجات كتيره ممكن تتبلي الفراخ وتحمرها بدقيق عادي، وتستغني عن الكريسبي والبيض واي وحاجات من دي، عادي مفيش اي مشكله. عندك هتعملي، ما عندكيش هتتصرفي، هتعملي باللي عندك بالموجود. يعني ما تكلفيش نفسك زياده عن طاقتك، عادي. بدأنا كده نحط الكاتشب، المايونيز حطيناه طبعا، هنبدأ نقفل السندوتش تبعنا. انا حبيت ان انا اعمل كذا واحد قدامكم عشان تكونوا عارفين
طبعا لقيته لسه ما اخدش من تحت فسبتها شويه. الكريبايه ديت لسه شويه برضو. فالفيديو بصراحه كان رائع واكثر من رائع. انا شفت فرحه بناتي كانت احسن من الدنيا بحالها، وهم فرحانين بالكريب ده وفرحانين ان انا بعمل لهم كل حاجه المحلات في البيت. الحمد لله، ربنا يخليهم ليا وما يحرمني منهم ابدا. وربنا يديني الصحه وافضل دايما اعمل لهم زي ما قدامكم كده يا حبايبي. بسم الله وما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بدات كده، لو حسيت ان هي هتطلع من بره تحاولي تدخليها على جوه علشان الجبنه وهي سايحه تمسك كل المكونات اللي انت حطاها في الساندوتش. هنبدا نقلبها كده حبه حبه تغمقي عن كده، انت براحتك. غمقي تفتحي انت براحتك، انت عندك الحريه للحاجه اللي انت بتحبيها. او ازاي انت تعمليها انت براحتك انت خالص. انا حبيت ان انا اوريك الطريقه وانت تعملي اللي زي اللي انت بتحبيه، مفيش مشكله. هبدا احط كريبايه تالته في ريح جنب دولت. واحده طلعت اهيت عشان ما كانتش محطوطه كويس. يا رب اكون فيديوهاتي بتعجبكم، يا رب تكون الفيديوهات فعلا بتكونوا مبسوطين منها. بجد انا بكون مبسوطه قوي وانا بعمل الفيديوهات ديت ليكم، للبنوتات اللي لسه اولى مطبخ، اللي لسه عرايس جديده، اللي لسه داخله ومقبله على الجواز لسه ما تعرفش حاجه. طبعا انا بعمل سندوتش. طبعا لو انت مثلا ما عندكيش حاجه خالص وحابه تفرحي اولادك، انت ممكن ما تعمليش بكريب، ممكن تعملي بعيش، تعملي سندوتش بطاطس فقط بالكاتشب ومايونيز او كده، او ممكن تحطي كده بطاطس وجبنه موزاريلا وجبنه او جبنه رومي. حبيت ان انا اوريكم برضو الطريقه ديت، بحيث ان اللي في ناس مش ما هي عندهاش المقدره ان هي تعمل فراخ او لحمه او كده. فسندوتش بطاطس سريع في يوم تكون انت تعبانه او كده، بيبقى جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. فانا حبيت ان انا اعمل طريقه البطاطس دي، سندوتش بطاطس كده كريب لوحده كده بدون فراخ، علشان طبعا كلنا نبقى عارفين حاجه مستعجله. يا رب تكونوا فاهميني. خلصنا كده الكميه اللي معانا. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. بقيه البطاطس، وشايفين الكريب، شايفين السندوتش، شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك